الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض القرنبيط بطريقه سهله وكمان مقرمشه. قبل ما ابدا الفيديو عايز اشكر الناس من داخل مصر وخارج مصر، كل الناس اللي بتخش تدعم القناه، وربنا يوفق الجميع. طبعا انا جبت القرنبيط وسلقته ماشي. انا طبعا التتبيله بتاعته بحط كوبايه دقيق واحط كمان معلقه نشا، وهنيجي مع حطيت كمان معلقه نشا عشان طبعا يقرمش الطبقه اللي هي لازم تكون مقرمشه كده. هنحط بقى ميه، لو عندك لبن حطي، في ناس بتحط لبن. هنقلب بقى الدقيق مع النشا كده، نخليها زي الكريمي بالظبط. بصوا يا جماعه بقى كريمي ازاي اهو، بقى زي كريمي كده. هنحط بقى البيض عليه ونيجي مع بعض. حطينا البيضتين وكمان كان في الفلفل الاحمر مع فصين ثوم مع معلقه خل، ونقلب بقى كل كده مع بعضيه ماشي، ونيجي مع بعض ماشي. بصوا خلاص كده، خلاص اهو خلصنا. حطينا التوابل، حطينا كل حاجه. هنحط القرنبيط بقى ونحطه في الزيت يا جماعه بعد ما سويته. سامعين يا باشا؟ ما شاء الله اهو، الله اكبر. طبعا لسه انا طلعت طاسه واحده بس ولسه الباقي، بس شوفوا بقى ما شاء الله شكله عامل ازاي. انا حملت بيضتين بس يا جماعه، وبألف هنا وشفا.